بعد اكتر من 10 سنين شغل كسوفت وير انجينير في شركات بره وجوه مصر، دول اكتر 3 حاجات اتعلمتهم وما ينفعش تشتغل فيهم كفريلانس في 2026. اول واهم حاجه هي الكوميونيكيشن سكيلز. لو انت ما بتعرفش تتكلم، ما بتعرفش تتعامل مع العميل، انت خسران الديل وخسران البروبوزل من قبل ما حتى تبتدي، لان العميل ده شخص مش فاهم تكنيك. انت محتاج تفهمه اللي بيحصل جوه ده بطريقه مبسطه جدا هو يفهمها. تاني اهم حاجه هي الكتب، وانا صدقني مهما قلت لك الكتب هتاثر فيك ازاي وهتغير من طريقه تفكيرك مش هتصدقني. واكتر كتب ممكن تبتدي فيهم يساعدوك في مجال الفريلانس هم الكتب بتوع اليكس هرموزي، اللي هي 100 مليون دولار اوفر و100 مليون دولار ليدز و100 مليون ماني موديل اعتقد. ثالث اهم حاجه هي البرزنتيشن، ازاي تلمع شغلك. يعني مثلا لو انت عملت برزنتيشن وانت بتقابل العميل بتاعك، وريته التفاصيل الصغيره وعملتها له بشكل حلو، هو خلاص اشتراك. حتى لو يا عم انت مفيش اي حاجه، انت ممكن تبعتها له وورد دوكيمنت، بس انت عملتها بشكل برزنتيشن محترم، هو هينبسط جدا. وانت بتوري له انت وصلت لايه. لو وريتها له بشكل بريزنتبل محترم هو يفهمه، برضه انت كسبته. فهي الحاجات الصغيره دي هي اللي بتعمل الفرق ده كله. مش لازم تبقى اشطر سوفت وير انجينير، بس لازم تبقى اكتر واحد بيعرف يبين شغله كويس. وعشان ارفع عليك الكلام ده كله، انا عملت كورس هياخدك من الصفر لاول $1000 من وانت قاعد في البيت كسوفت وير انجينير عايز يبتدي فريلانس. لو مهتم اكتب لي كورس في الكومنتات تحت وهبعته لك.